أرقام خرافية لبرشلونة بعد السباعية في نيوكاسل. لايك وفولو. تعال نتكلم. ليفاندوفسكي أصبح أكثر من سجل أهداف في عدد أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا، متخطيا ليونيل ميسي. كان نفس الرقم قبل هدفه في نيوكاسل، وتخطاه بقى 41. نادي مختلف، ميسي 40، كريستيانو 38. مش بس أصبح أكبر من سجل أهداف في دوري أبطال أوروبا بعمر 37 سنة و209 يوم، متخطيا جيرارد 37 سنة 184 يوم. كمان أصبح يمين يامال أصغر من ساهم في 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا تسجيلا. كان امبابي عملها وهو عنده 19 سنة، يمين عملها وعنده 18 سنة. عالمي يا ابني. نروح للأخبار السيئة شوية برشلونة. إيريك جارسيا عنده انزعاجات في قدمه من الإصابة القديمة، عشان كده طالع من الماتش ونزل مكانه أروخو. بس هو بعد التوقف الدولي هيبقى تمام، هيرجع. بينما خوان جارسيا ما عندوش اي حاجه. برشلونه اكدت كده، بس انا على ما اظن ان فليك هيريحه الماتش الجاي عشان هيبقى مستعد لدوري الابطال والدوري بعد التوقف الدولي. لايك وفولو وشير الفيديو. سلام.